العرق دساس. كان يا مكان في يوم من ذات الأيام في بلد من البلاد راجل غريب عن البلد وقف في وسط السوق وفضل ينادي في الناس: يا أهل البلد الكرام، أنا راجل سياسي أقدر أحل أي مشاكل لأي حد عنده مشكلة أو أزمة. أنا أفضل سياسي ممكن تسمعوا عنه. وفضل كده يتنقل من حي لحي وهو على نفس النداء لأهل البلد، لحد ما كان الملك وهو جالس في قصره سمع نداء الراجل الغريب ده، فأمر حراسه بإحضاره. لما امتثل الراجل الغريب أمام الملك سأله: هل أنت سايس؟ قال له: لا يا مولاي، أنا سياسي مش سايس. الملك قال له: أنا سمعتك وأنت بتقول سايس، فقررت أعينك في بلاط القصر كسايس للخيل، خاصة إن في فرسة غالية على قلبي وبحبها جدا وعايزك ترعاها وتخلي بالك منها. الراجل مش عاجبه كلام الملك ورد عليه: يا مولاي، قلت لك إني مش سايس، أنا سياسي. الملك غضب منه وقال له: يا إما تشتغل سايس يا إما أقطع رقبتك. طبعا الغريب قال: سايس سايس أحسن ما يتقطع رقبتي. وبالفعل راح علشان يستلم الفرس من السايس السابق اللي حذره إن الفرسة دي ليها مكانة كبيرة عند الملك، فإياك تقول له على أي عيب فيها وإلا سيكون مصيرك الإعدام لا محالة. الراجل الغريب سمع الكلام ده وقلق أكتر على مصيره في القصر ده، فعاد للملك في محاولة إن يعفيه من تلك المهمة، ولكن الملك ظل على رأيه وبل وهدده مرة تانية إنه لو قصر في شغله مصيره هيكون قطع رقبته. فامتثل الرجل في النهاية لأمر الملك، وبالفعل ابتدى عمله. أمر الملك له بغرفة يعيش فيها و3 وجبات يوميا علشان يقدر على العمل كسايس للفرس. ولكن بعد 20 يوم من العمل هرب السايس من القصر، وبحث عنه الحراس في كل مكان لحد ما لقوه وجابوه للملك اللي سأله: انت ليه هربت؟ هل وجدت في الفرس عيب؟ السايس قال: اعفيني من الجواب يا مولاي. رد الملك: لو ما جاوبتش دلوقتي هعدمك في الحال. السايس قال له: اعطيني الأمان الأول وأنا جاوبك. الملك قال: لك الأمان. السايس ابتدى يشرح: يا مولاي، هذه الفرسة أصيلة، ولكن لو حد أخبرك إنها رضعت من أمها الأصلية اسمع ولا تصدق. الملك سمع الكلام ده اتجنن ومسك سيفه ووجهه رقبة السايس وكان هيقطع رقبته، لولا إنه افتكر كلمته ليه بإعطائه الأمان. فأمر حراسه بحبسه وأرسل في طلب الوزير اللي أهدى ليه الفرسة دي علشان يعرف إيه الحكاية. لما وصل الوزير أمام الملك سأله الملك: إزاي تهديلي فرسة أصيلة واكتشف إنها لم ترضع من أمها الأصلية؟ رد الوزير وهو بيرتجف: يا مولاي، ماتت أم الفرسة وهي بتولدها وكان لازم ترضع، وساعتها كان عندي بقرة فرضعت منها الفرسة. هنا اتأكد الملك إن كلام السايس صحيح، فأمر حراسه بإخراجه من السجن وإحضاره. لما وصل السايس أمام الملك سأله الملك: إزاي عرفت إن الفرسة لم ترضع من أمها الأصلية؟ قال له: يا مولاي، الفرس الأصيلة بتاكل من معلف وهي مرفوعة الراس، ولكن هذه الفرسة كانت بتبحث عن الطعام في الأرض مثلما تفعل البقر والماشية. وهنا أدرك الملك ذكاء وفطنة السايس وقرر إنه يشغله سايس عند زوجته الملكة. كالعادة طلب السايس من الملك إنه يعفيه وإنه سياسي مش سايس، وبرضه الملك أصر وقال له: ده أمر ولازم تنفذه وإلا قطعت رقبتك. والمرة دي بعد ما اشتغل بيوم واحد بس هرب السايس، وكالعادة الحراس بحثوا عنه لحد ما وجدوه وأحضروه أمام الملك. الملك سأله: ليه هربت المرة دي؟ السايس طلب من الملك إنه يعفيه من الجواب، وكالعادة الملك أعطاه الأمان علشان يجاوب. قال له: يا مولاي، إن زوجتك تربية ملوك وأخلاق ملوك وشرف ملوك، ولكن من يقول لك أنها ابنة ملوك فاسمع ولا تصدق. فهاج الملك من قول السايس وأمر بسجنه ومنع الطعام عنه. وذهب الملك إلى أم زوجته وأبيها علشان يستوضح منهم اللي قاله السايس. قالوا له إن أبوه كان راجل ظالم وأمر إن ابنتهم تتخطب له وهي عندها 2 بس، ولكن البنت جالها الحصبة وماتت، فجابوا بنت يتيمة بدل من بنتهم خوفا من بطش أبيه الملك وربوها لحد ما كبرت وأصبحت زوجة الملك.
رجع الملك لقصره وأمر بإخراج السايس من السجن، ولما امتثل أمامه سأله: عرفت إزاي إن زوجتي الملكة ليست ابنة ملوك؟ قال له: يا مولاي، مولاتي بتتغامز بعينيها وهي بتتكلم، ودي عادة من عادات الغجر في الكلام وليست من عادات الملوك. فانبهر الملك بذكاء السايس وأمر له بغرفة رائعة وعشاء فاخر، ثم أمر أن يعمل في خدمته هو شخصيا. فدب الرعب في كيان السايس وحاول بكل الطرق التخلص من هذه الوظيفة، ولكن كالعادة الملك أصر، فهرب السايس أثناء الليل، والحراس بحثوا عنه وجابوه أمام الملك. وكالعادة سألوا الملك: هربت ليه المرة دي؟ وأعطيتك الأمان. قال له: يا مولاي، من يقول لك أنك ابن ملك اسمع ولا تصدق. فاتجنن الملك لما سمع الكلام ده، ولكن لم يأمر بحبس السايس، وذهب لأمه وفضل يصر عليها ويلح عليها علشان تجاوبه. فأجابت: يا ابني، والدك كان عقيما وكان يتزوج كثيرا، ولو مرت 9 أشهر بدون أن تنجب زوجته يقتلها، وكان في القصر ساعتها طباخ ليه ولد رضيع، فأخدته منه وادعيت إن ولدي علشان الملك ما يقتلنيش، والولد ده هو أنت. فرجع الملك للسايس وسأله: إزاي عرفت إن مش ابن ملك؟ قال له: يا مولاي، إن الملك عندما يعطي ذهبا وفضة، وعندما يعاقب يسجن ويقتل. أما أنت فكنت عندما تعطيني طعاما، وعندما تعاقبني تمنع عني الطعام، فتفعل مثلما يفعل الطباخ، والعرق دساس يا مولاي.